مش عاجبه اللي أشرف بيعمله في نفسه عشان واحدة حتى ما يعرفش اسمها، بس أشرف بيتجاهله ومش بيرد. وفي نفس الوقت بنشوف نيسان وهي بتغني مع فرقتها في مطعم، لكن للأسف الشرطة بتيجي وتقفل المكان بسبب الإيجار المتأخر، فبيمشوا كلهم زعلانين عشان مش هيقبضوا فلوس. بيتكلموا عن أحلامهم وإنهم يتشهروا يوم من الأيام. بعد ما بيمشوا نيسان بتقابل راجل عجوز اسمه خضر بيعزف موسيقى في الشارع. بتتفاجئ إنه لسه واقف في الوقت المتأخر ده، ولما بتسأله بيقولها إنه محتاج يشتغل عشان يجيب أكل لأحفاده. نيسان بتتعاطف معاه وبتقرر تساعده وتقف جنبه وتغني. الناس بتنبهر بصوتها ويتجمعوا حواليها ويدوها فلوس كتير. خضر بيبقى مبسوط جدا ويديها نصيبها، بس هي بترفض وتطلب منه يسلم على أحفاده. بعد كده بترجع نيسان شقتها، بتلاقي أختها عفراء نايمة، وبنعرف إن أهلهم ماتوا في الزلزال وإنهم خرجوا من تحت الأنقاض بمعجزة. تاني يوم الصبح نيسان بتصحى على صوت صاحب البيت اللي بيهددها بطرد لو ما دفعتش الإيجار ويديها مهلة شهر واحد. نيسان بتزعل جدا، ولما تدخل البيت تلاقي أختها بتقولها إنها عايزة تسيب الجامعة